عادات الاشخاص الناجحين. عادة كده الاشخاص الناجحين بيكون ليهم عادات وروتين كده معين بيعملوه، وبيكون سبب ان هم بجد ينجحوا اسرع وبطريقة سلسة كده. النهاردة بقى احنا هنتكلم على العادات دي. جبنا العادات دي منين؟ سمعنا ناس ناجحين كتير جدا في حياتهم، قرينا كتب كتير جدا عن ناس ناجحين، وجمعت لكم اكتر عادات ناجحة تقدروا تستفيدوا بيها، وتقدروا على قد ما تقدروا تحاولوا تنفذوا حتى لو جزء صغير منها. انا نفسي بحاول على قد ما اقدر ان انا انفذ كتير قوي منها. اول عادة واهم عادة هي الصحيان البدري. عارفة ان الكلام ده ممكن يكون بديهي وكلكم عارفينه، بس بجد يومك الصبح بدري وخاصة بعد الفجر مباشرة، او في ناس كمان بتبتدي يومها من الفجر، بجد بيكون ليه بركة كده، بيبقى ليه احساس وشعور تاني خالص. جربوا كده في يوم، صلوا الفجر، اظبطوا الالارم بتاعكم على الفجر وقوموا صلوا وخليكوا صاحيين بعدها، بجد هتحسوا بفرق رهيب، هتحسوا فيه بركة كده في اليوم. طب لو انتوا صعب ان انتوا تصحوا في الفجر او تصحوا الساعة مثلا 5 الفجر، تقدروا تصحي من الساعة 6 او من الساعة 7 تقريبا. احنا دلوقتي الموسم الشتوي، هتلاقي المدارس وكل الاطفال وكل الناس كله بيصحى في المواعيد دي، فمش هيبقى صعب عليكي ان انتي تصحي في الميعاد ده. فحاولي بكل طاقتك، حاول بكل طاقتك ان انتوا تصحوا الصبح بدري، والله هيفرق معاكم كتير. اليوم هيبقى بتاع الصبح، الوقت بتاع الصبح ده حمادة، وباقي اليوم حمادة تاني خالص حرفيا. فدي اول عادة واهم عادة. اما بقى تاني عادة، حاولوا تشتغلوا وانتوا في سن صغير. ما تستهونش بنفسك او ما تستهونيش بنفسك وانتوا عندكم 18 سنة 16 سنة. انا هعمل ايه؟ انا لسه في الدراسة. الدراسة ما بتمنعش ابدا ان انت تمارس حياتك، او حتى تتعرف على اشغال واعمال جديدة، او حتى تعرف ناس كتيرة. بالعكس، انت بيكون قدام منك فرصة اكتر واحسن، لاني انت في الوقت ده ما بيبقاش مطلوب منك انجازات معينة او مسؤوليات على عاتقك زي ما بيقولوا، ولكن الفكرة ان انت بتتعلم خبرة اكتر، وكمان بتكتسب خبرة وبتكتسب مكانة في المجتمع اسرع. يعني مثلا هقول لكم مثال، لو مثلا حد نزل اشتغل وهو 18 سنة واشتغل في مكان واخد خبرة وقعد فيه سنة 2، هنيجي لما يبقى عنده 20 سنة ممكن نكون لقيناه بقى مدير في المكان ده. ما تستهونوش بكده. لكن تصوروا بقى لو نزل اشتغل وهو عنده 20 سنة، هتلاقي ان هو 20 سنة لسه هيبتدي في المكان. فبالتالي انت لما بتبتدي شغل بدري بتنجز بدري وبتحقق حاجات في وقت قصير. دي تاني حاجة. اما بقى عن تالت حاجة، استثمر في نفسك. حاول على قد ما تقدروا، حاولوا بكل طاقتكم ان انتوا اي فلوس معاكم تستثمروا فيها نفسكم. بمعنى ان مش كل الفلوس اللي معاكم دايما تصرفوها في الخروجات او على الفاشون او مثلا اي رفاهية ايا كانت. حاولوا على قد ما تقدروا، حتى لو هتاخدوا كورس واحد بس في خلال مثلا كل 3 شهور كل 4 شهور، ده استثمار كبير. طبعا مش هقول لكم ان انتوا لازم تاخدوا كورس انجليش، لان بجد ده ما بقاش رفاهية، ده بقى حاجة اساسية. كل حياتنا دلوقتي كل الاعمال كلها معتمدة على الانجليش. فلو انت ضعيف او انت ضعيفة في الانجليش، حاولي على قد ما تقدري تاخدي كورس. ليه بقول لكم كورسات؟ لان الكورسات هتجبركم ان انتوا تتعلموا زي ما احنا اتعودنا، لان احنا للاسف بقينا بنتعلم بالضغط، مش بنتعلم ان احنا اللي عايزين نتعلم. فبالتالي انت لو اعتمدتي على كورسات اليوتيوب او اعتمدت على كورسات اليوتيوب، هتلاقي نفسك اتعلمت يوم و10 لا. ولكن لما تكون في كورس ودافع فلوس، هتلاقي نفسك غصب عنك بتتعلم. فورط نفسك وخد كورس. ومش بس كورسات، خد بقى ايه، ان انت تستثمر في نفسك في حاجات تانية كتير. روح جيم مثلا، ظبطي جسمك، ظبط جسمك. لما تستثمر في نفسك وتاخد كورس او تروح جيم او تشوف صحتك ايه اللي هي محتاجاه، علاجات معينة، شوفي جسمك ايه اللي ناقصه، فيتامينات ايه، استثمري في نفسك وخدي الفيتامينات بتاعتك الصحية. ده استثمار في نفسك بجد مش هتندمي عليه. اما بقى عن رابع عادة، ودي الاهم ما بينهم كله، ان الانسان الناجح ما بيكملش في شغل فترة طويلة. ده معناها ايه؟ ده مش معناها ان هو يعني يترفد كل شوية، لا اطلاقا. الموضوع كله ان الانسان الناجح لما بيدخل شغل معين، بيبقى كده شايف من على بعد كده هو اخر الشغل ده ايه.
الشغل ده هيزود له ايه وهيضيف له ايه. يعني تمام، انا رحت اشتغلت مثلا في مكان، وبعد ما اشتغلت حبة فترة لقيت ان انا لسه في مكاني، ولا بعلى ولا بترقى ولا في حاجة تانية بتعلمها ولا حاجة زيادة. فده ما يخلينيش ان انا افضل في المكان ده بالسنين واقول خلاص بقى ما انا كده كده المكان قريب من الشغل وقريب من البيت وانا كده كده باخد قبض كويس ومرتاحة فيه. لا، لاني انت كده مش هتتعلمي، انت كده خلاص بقيتي شبه موظفة. احنا عايزين نشتغل عشان نتعلم اكتر، عشان نجرب كذا حاجة. الانسان الناجح بيكون عنده خبرات لما بيجرب كذا حاجة، ما بيقعدش في مكان فترة طويلة. فحاولوا على قد ما تقدروا كل مكان اقعدوا فيه فترة، استفادوا منه، اتعلموا، شوفوا انتوا هتتعلموا ايه. ولو لقيتوا نفسيكم ما بتعلوش، ما بتتعلموش حاجة جديدة، سيبوا المكان ده وشوفوا مكان تاني. وطبعا الكلام ده للناس اللي هي ما وراهاش مسؤولية. اما بقى الناس اللي وراها مسؤولية فممكن تعمل الخطوة دي، ولكن ده يكون شغل جانبي بجانب الشغل الاساسي. لان احنا عارفين طبعا ان المسؤوليات، ان كل انسان عنده مسؤوليات، ما ينفعش ان هو يسيب المسؤوليات اللي عليه ويفكر في نفسه، دي حاجة انانية جدا. فلو عليك مسؤوليات خليك في المسؤوليات بتاعتك، وفي نفس الوقت اعمل حاجة جانبية، اتعلم في الوقت الجانبي ده. حاول تخصص وقت لنفسك ان انت تتعلم فيه حاجة جديدة. حاولي تخصصي وقت لنفسك تتعلمي فيه مهارة، تتعلمي فيه حاجة هاند ميد، تتعلمي فيه اي حاجة زيادة. صدقيني هتفيدك، لو مش دلوقتي بعدين. واخر عادة بقى ومش الاخيرة، ما تحاولش تعمل حاجة انت اصلا المفروض ما تعملهاش. بمعنى ايه؟ ما تحاولش تشيل حاجة مش شيلتك، ما تحاولش تعمل حاجة انت المفروض حقيقي ما تشيلهاش ولا تعملها. يعني بنشوف كتير قوي في الشغل مثلا زميلتي غابت النهارده فانا خلاص بقى انا الجامده، انا هقعد مكانها وعادي وهكفرها ومفيش اي حاجه. تمام، مفيش مشكله ان انتي تعملي كده، ولكن ده يكون يا اما بمقابل مادي، يا اما بمقابل ان هي لما انتي كمان تقعي هي تشيلك. لكن لو انتي عملتي فيها الجدعه اللي شايله الشغل كله وكل ده من غير مقابل ومن غير اي حاجه، صدقيني بعد كده هيبقى واجب عليكي. نفس الحوار برضو بالنسبه لك، لو انت عملت فيها الشاطر الجدع اللي فاهم في كل حاجه وبتساعد ده وبتقول لده وبتقول لده، هو بعد كده دي مش هتبقى مساعده، ده بعد كده هيبقى اوردر مطلوب منك، ولو ما اتعملتش احتمال كمان كبير تتعاقب عليه. فحاولوا ما تشيلوش شيله مش شيلتكم، كل واحد يعرف انا مطلوب مني ايه في الشغل ده واعمله وبس. طب لو اتطلبت حاجه زياده، والله لو بمقابل مادي تمام، لو بمقابل قصاد منها هتشيلني تمام، ولكن ما يبقاش الموضوع من غير مقابل وعلى طول، لاني بجد هيستغلوكوا. الناس مش كلها بتكون فاهمه ان انا بعمل ده بحب، ولا الناس كلها بتبقى فاهمه ان انت كويس فبتساعد. لا، الناس لما بتلاقي حد بيساعد بيستغلوه اكتر واكتر. فحاولوا على قد ما تقدروا ما تشيلوش شيله مش شيلتكوا، تمام. اما بقى اخر نصيحة، وهي ان ما تزعلوش لو حاجة فاتتكوا. لو مقدم على شغل معين او انت كان نفسك في حاجة معينة وفاتتك، كلية، دراسة، شغل، رحلة، سفر، اي حاجة، ما تزعلوش ان هي فاتتكوا. صدقوني ربنا شايل لكم الاحسن، وخليكوا دايما متفائلين وشايفين ان ربنا شايل لكم الخير وبيعمل لكم الخير حتى لو انتوا شايفينه مش خير ليكوا. اتمنى يومكم يكون سعيد، واتمنى العادات دي تغير من حياتكم وحياتي انا كمان، واتمنى كل الفيديوهات تكون بتفيدكم حتى لو بجزء صغير. هستناكم في فيديو تاني وهتوحشوني كتير. باي.